تعالوا بقى للحلقه اللي كسرت الدنيا. اولا بشكركم شكرا جزيلا على ردود الافعال اللي حصلت بعد استضافه يانيك فيريرا وكابتن محمد رمضان، وكل واحد منهم سابق، يعني فيريرا مدرب الزمالك السابق ومحمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الاهلي، فكل واحد منهم سابق يعني. لكن يبدو انه مداخله يانيك فيريرا يعني اعجبت البعض وازعجت البعض. شكرا للمعجبين والف شكر للمنزعجين، لانه ده دورنا وده شغلنا ان احنا ما نألفش، شغلنا ان احنا نقول لك الحقيقه، شغلنا ان احنا نتجدعن ونجيب لك المصدر، والمصدر يقول والله لو قال شعر يا مرحبا، لو قال غير شعر ناس كتير يردوا، ده ما فيهوش مشاكل ولا فيه ازمات يعني. لكنه محدش يعدل علينا، لان احنا بنشتغل، بنجتهد، بنتعب، بنحاول، فربنا بيكتب لنا النجاح، وهذا ما حدث يعني الحقيقه. واذا طلت ان انا اجيب يانيك فيريرا من بلجيكا واحطه قدامي هنا ونقعد نتكلم ونتحاور معاه، هيبقى شيء يسعدني جدا يعني، جدا، هو او غيره يعني. فالراجل قال شويه حاجات، اللي عايز يرد يرد، واللي عايز يهاجم يا مليون مرحبا، احبك واموت فيك وانت بتهاجم، ببقى سعيد جدا جدا، على الاقل ان انا حركتك، خليتك تتحرك وتقول وتتكلم وترد، وده جميل جدا، وده المطلوب الحقيقه، انه الناس ترد ولكن بالحقائق. فالحقيقه من اهم الحلقات هي استضافه يانيك فيريرا، ومن اهم الحاجات انه الراجل اتكلم في نقاط كثيره جدا جدا جدا. انا ما اعرفش البعض غضبان من ايه، ما هو انا مش فاهم انت حضرتك زعلان ليه او متضايق ليه او يعني منفعل ليه؟ ما بالراحه بالراحه يعني، قول 1 2 3 4، الراجل اخطا في 1 2 3 4، يطلع مسؤول يقول 1 2 3 4، عايز يجي هنا مليون مرحبا، نفتح له الابواب ويتكلم، واهلا واهلا وسهلا ومرحبا بيك يعني. لكنه شغل بقى تعب، وامسكوا الخشب يا حبايبي، امسكوا الخشب لحسن نتحسد يا حبايب على قهوه مش معايا، فما تتعبوش قلبكم يعني، مش معايا خالص، ما بيمشيش معايا خالص خالص. انا بيمشي معايا الشغل اللي هفضل متمسك بيه ومصمم عليه، ان انا اجيب لك المصدر والمصدر يتكلم، عندك ردود رد، عندك هلفطه هلفط برضه، مفيش مشكله يعني، ما عندناش مشاكل خالص، وما اكثر الهلفطه، عادي جدا، متعودين يعني.